ازيكم عاملين ايه؟ نورتوني وشرفتوني. انا ياسمين. النهارده هنتكلم في موضوع الفيديو زي ما قريته كده، الاسمرار حوالين الفم، ازاي بيحصل وليه بيحصل، وكمان الوقايه منه، ولو عندك ازاي تعالجي. الموضوع سهل جدا، مفيش اي مشاكل، وبيتعالج بسهوله جدا ومن غير عقد ومن غير حاجات كتير قوي. طبعا لازم ناخدها قاعده كده ثابته جدا جدا جدا. اي حاجه في وشنا جسمنا في الاحتكاك او الالتهاب حصل، الالتهاب ده بيعمل حمار، الحمار ده هيقلب سمار، فلازم ناخد بالنا كويس قوي. وطبعا هقول لكم كل حاجه في الفيديو، بس هنبتدي باشهر الاسباب وهو معجون السنان. وانا شخصيا معجون السنان ده هو سبب كان بيغمق حوالين شفايفي هنا في الحته دي بالذات، الاقي عندي المنطقه بتاعت شفايفي كمان الركنه دي غامقه ولسه غامقه. طبعا انا حاطه روج دلوقتي بس اتفتحت كتير قوي قوي. انا كنت فين وبقيت فين بسبب حركه كنت بعملها، اني كنت بغسل وشي الاول بعد كده بغسل سناني مش العكس. فكنت بقى عشان انا خلاص اتعودت ان اغسل وشي الاول بعد كده اغسل سناني، بدات بعد ما بغسل وشي احط فازلين على المنطقه دي كلها، احط فيها فازلين ده رخيص مش غالي يعني، ممكن تجيبيه لو انت من نوع لغايه ما بتتعودي واحده واحده انك تغسلي سنانك الاول بعد كده تغسلي وشك. انا شخصيا كنت بعمل كده. المهم كنت بعمل الحركه دي وفعلا فتحت حوالين شفايفي وفتحت شفايفي نفسها، لان الفازلين عمل عازل بين المعجون وبين شفايفي، فبالتالي ما حصلش ان المعجون عشان فيه فلورايد وفيه الماده اللي بتفتح السنان دي بتغمق الجلد جدا، والمنطقه دي بتكون حساسه جدا، اي حاجه ممكن تاثر عليها، فبالتالي كان بيعمل عازل حلو قوي وما كنتش بتاثر. ومع الوقت لقيت المنطقه دي عندي بقت فاتحه زي ما انتم شايفين وجميله وحلوه وزي الفل. حتى الشفايف عندي كانت غامقه هنا بقت فاتحه وكله تمام وكفايه قوي. كنت بحط جلاس. تاني حاجه بقى اللي كل الدكاتره اجمعوا عليها وانت نفسك هتبقي عارفاها بس طبعا بنتكاسل يعني، هو اي حاجه من مشتقات اكراتين، ادبرين، مشتقات المقشرات عامه لما بتحطيها على بشرتك كريمات بيقولك ممنوع تيجي حوالين الشفايف او حوالين العين، لان المناطق دي بتكون حساسه جدا جدا وما ينفعش احط فيها اكراتين او اي نوع من المقشرات. حتى الريتينول بيقولك ما تحطيش حوالين شفايفك، فتعرفوا بكده ان المنطقه دي حساسه وبتتاثر جدا جدا. طيب افرضي انت غصب عنك المقشر جه على المنطقه دي، قبل ما تعملي اي نوع من المقشرات حطي برضو زي ما انا قلت قبل كده فازلين. انا كنت بعمل كده لغايه ما انا مخي اتعود ان ما يجيش عند المنطقه دي خالص، فكنت بحط فازلين اغرق المنطقه دي كلها وبعد كده احط الاكراتين او احط اي مقشر انا عايزاه على بشرتي. حتى مقشر احماض الفواكه ممنوع حتى تجيبيه هنا، كنت بحط فازلين حوالين شفايفي وكمان على شفايفي بحيث ان المنطقه دي ما يحصلهاش اي التهاب او تحسس. فطبعا التحسس بيؤدي الى اسمرار. رخيص جدا وموجود في كل الصيدليات وعادي ممكن تجيبيه جدا وبجد بينفع جدا. الفازلين ده معجزه حرفيا ان احنا مش عارفين قيمته. تاني حاجه انا بشوفها ترند كده، الفوطه. في ناس تبل الفوطه يعني تخلي الفوطه سخنه وبعد كده يقول لك افركي شفايفك جدا، الجلد الميت هيتشال وبعد كده يحصل ايه، غمقان في شفايفك او غمقان حوالين بقك لانك بتدعكي بالفوطه جامد جدا. هي بتشيل الجلد الميت، بتشيل كل حاجه وكمان جميله وتجنن وكل الجو ده، بس بتعمل اسمرار. فمش اي حاجه نشوفها نيجي وراها وتبقى ترند. طبعا في حاجه انا مش فاكراها دلوقتي بس انا ما اعرفش هي مقاطعه ولا هي صورتها اللي على الشاشه دي، انا ما اعرفش نسيتها دلوقتي، نسيت اسمها بس حط صورتها على الشاشه. ده سكراب خفيف للشفايف خطير، خفيف قوي يعني مع الوقت هيفتح شفايفك جدا وهيفتح حوالين شفايفك ومخصوص لكده. بس انا ما اعرفش هو مقاطعه ولا مش مقاطعه، انا ما اعرفش يعني. انا حاولت ادور مش لاقيه انه مش مقاطعه، بس برضو دوروا ورايا شوفوا هو مقاطعه. انت عندك اسمرار وعايزه تعالجي الاسمرار ده، في كذا حاجه انا بعملها وهقول لكم عليها وجابت نتيجه بسرعه جدا. الوايت كريم بتاع ستارفل، الوايت كريم اللي انتوا شايفينه على الشاشه ده انا كنت بستعمله، هايل خلال شهر واسبوع بالظبط فتح المنطقه دي عندي جدا 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 واخفى الاسمرار اللي كان موجود، وكانت في منتهى الجمال مع الصابونه اللي انا استعملتها مع صابونه التفتيح. انا كنت بستعمل الصابونه والكريم وكنت بحطه هو نايت كريم ليل يعني، كنت بحطه بالليل بس بحط طبق كأنه زي ماسك كده قبل ما بعمل الروتين بتاع وشي كله وكنت بحط. تاني حاجه انا كنت بعملها برضو وجابت نتيجه حلوه جدا جدا، كريمه العين. اي كريم عين عندك بتاعها كريمات العين بتبقى خفيفه جدا ومعموله مخصوص للمناطق الحساسه اللي تحت العين وللجو ده. انا كنت بحطه حوالين شفايفي كانت بتجيب نتيجه هايله وجميل جدا جدا جدا. استعملوه هيفرق برده معايا. وانا كان بيجي لي حتى التحسس بيبقى هنا وشامل المنطقه دي كلها وشامل منطقه الشنب والشفايف، فكنت بحط كريم العين بتاع ستارفل. انا كنت شايفاه هو مرطب بس اللي انتوا شايفينه مش اتكلمت عنه انه ما عجبنيش قوي يعني الصراحه، بحس ان هو مرطب ما بيفتحش ولا اي حاجه، فكنت بستغله اللي حوالين شفايفي جاب نتيجه وفتح المنطقه دي سبحان الله.
بقى انا مش عارفه ازاي. ده عجبني جدا برضو، حبيت اقول لكم عليه. اي كريم عندك انت شايفاه مش كويس استعملي حوالين شفايفك، هيجيب نتيجه تانية خالص، لان كل منطقه في جسمنا مختلفه عن المنطقه التانية. ممكن اللي تحت عينك ما جابش نتيجه، حوالين شفايفك وشفايفك هيجيب نتيجه. تاني حاجه عايزه اقول عليها برضو، بتخلي المنطقه بتاعت حوالين الشفايف غامقه جدا وسمره جدا جدا جدا، هو السكراب. السكراب كل ما يكون خشن كل ما بيزود ان المنطقه دي التهاب والاسمرار. انت هتفرحي في اول نص ساعه تلاقي وشك احمر وجميل ويجنن، وايه ده انا خليت وشي عامل كده ازاي، ده انا هستعمله كل اسبوع ما اقولكوش بقى. بعد كده بتلاقي تاني يوم وشك متاكسد او غامق في مناطق معينه، فانت نفسك بتتخضي وتلاقي حبوب طلعت لك. وشك ما ينفعش معاه السكراب الخشن، لازم السكراب يكون كريمي وناعم. ولما تيجي تعملي سكراب حوالين شفايفك او المنطقه دي بالظبط 30 ثانيه، انت بتدعكي كده وقدامك التايمر بتاع الموبايل، وشك ممكن يبقى دقيق، حوالين شفايفك وشفايف تبقى 30 ثانيه. القوره مثلا نطول شويه لانها عظم فممكن تستحمل، نعمل دقيقه بس يكون كريمي على قد ما نقدر. وانا اتكلمت في الموضوع احلى سكرابات الكريمي اللي تنفع لوشنا وتنفع لجسمنا وتنفع لكل نوع بشره. هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف تتفرجوا على الفيديو وتعرفوا المقشر اللي ينفع معاكم ايه، لان الموضوع ده هيفيد جدا جدا جدا، وازاي تحافظوا على بشرتكم وتخلوها موحده وشكلها حلو. تاني حاجه ودي من اكبر الاسباب ومحدش فينا واخد باله، هي الكريمات المرطبه. الكريمات المرطبه التقيله، في كريمات مرطبه تقيله فيها عطور، فيها مواد بتساعد ان المنطقه دي عندك مش مستحمله وبتغمق من الكريم المرطب اللي انت بتستعمليه. ده كان احدى الاسباب اللي حصلت لي انا شخصيا، وكمان انا ما كنتش واخده بالي وبستعمل كريمات غاليه جدا وحلوه جدا ومش عارفه ايه، طلعت مش نافعه معايا خالص بسبب ان انا بستعمل المنطقه دي عندي حساس. الملمس بتاعه ما يكونش تخين، يكون خفيف على البشره، يكون ناعم على البشره اكتر، ما يكونش تقيل. لان كل ما يكون الكريم تقيل على البشره، يعني بشرتي جافه لازم استعمل كريم مثلا تقيل، لا استعمل كريم للبشره المختلط، يطلع لي حبوب هنا، ده تحسن. وطبعا الحبوب دي لما بتروح، في ناس بقى بتسيب عندهم اثر بتروح بسهوله. الحاجات دي كلها طبعا البقعه دي بتعمل اسمرار، تقعدي تعالجي حاجات تانية. المفروض انت تعالجي الحبوب من الاول اكتر ما انت تعالجي، عايزه تفتحي المكان وعايزه المكان ده يكون فاتح، انت تعالجي الحبوب. لازم ناخد بالنا من التفاصيل الصغيره دي في الروتين بتاعك وانت بتستعملي. ولو انت بتستعملي حاجات زي ما قلت في الاول كده سكرابات، بلاش السكرابات بتاعه البيت، هاتي السكرابات بتاعه البيت بلاش، عشان خاطر يعني خلي الموضوع كده ايه زي ما بيقولوا ايه، زي ما انا قلت كده، تجيبي مقشرات من الصيدليه تكون كريمي، هتساعدك اكتر وتفتح وتشيل اي جلد ميت على شفايفك. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. وكمان تتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي موجوده تحت في صندوق الوصف، سناب شات وكمان انستجرام والفيسبوك. لو اي سؤال طبعا تكتبوا لي هنا في الكومنت، او اي حاجه جبتوها عايزين تسالوني عليها طبعا تقدروا تبعتوا لي على انستجرام وفيسبوك وكمان سناب شات، براحتكم جدا جدا جدا. اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى تعملوا شير للفيديو عشان بنات كتير قوي تستفاد وبطلوا يقعوا يا عيني في موضوع يصرفوا فلوس كتير على الفاضي، وبقى الموضوع بسيط جدا جدا جدا. اشوفكم على خير، باي باي.